السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل الوحدة الاولى، المفهوم التاني، انتقال الطاقة في النظام البيئي، الدرس الرابع والاخير في المفهوم التاني الحمد لله. يلا بينا بقى ندخل على طول في الدرس وما نضيعش وقت. نشاط 10: سجل أدلة كعالم. يعني اعتبر نفسك عالم وانك هتسجل أدلة على الشبكة الغذائية والسلاسل الغذائية. فأول حاجة هتعملها في السجل دوت ايه علشان تجيب الأدلة وتسجلها؟ أول حاجة هي التساؤل. يعني ايه التساؤل؟ يعني هتسأل سؤال. السؤال هو كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي. الفرد بقى اللي انت هتفرده ازاي بتنتقل؟ هتقولي تنتقل الطاقة في النظام البيئي من كائن إلى آخر عن طريق مين؟ التغذية. انه الكائنات الحية بتتغذى على بعضها البعض علشان الطاقة تنتقل من الكائن دوت للكائن الآخر. الدليل بقى على كده ايه؟ انت افترضت فرد، يعني مش عارف الفرد دوت صح ولا غلط. هتجيب الدليل بقى انه الفرد دوت اللي انت افترضته صح. ايه هو الدليل بقى؟ من خلال ملاحظة مختلف النظم البيئية يمكن التوصل لعدد من الأدلة على انتقال الطاقة داخل تلك الأنظمة، حيث ايه؟ تصنع الكائنات المنتجة غذاء بنفسها. يا مس، الكائنات المنتجة النباتات أنا عارف تصنع غذاء بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي. تاني حاجة، تتغذى الكائنات المستهلكة على الكائنات الأخرى كالتالي: تتغذى الحيوانات آكلة العشب على النباتات. ايه هي الحيوانات آكلة العشب دي؟ الكائنات المستهلكة الأولية. طيب زي الفار بيتغذى على النبات، ما هو الفار دوت من آكلات العشب أو الكائنات المستهلكة الأولية. تاني حاجة، هتتغذى الحيوانات آكلة اللحوم على بعضها البعض. آكلة اللحوم ديت اللي هي الكائنات المستهلكة الثالثة. زي مين؟ زي الصقر هيتغذى على التعبان، والتعبان هيتغذى على الفار، والفار دوت من آكلات العشب يعني هيتغذى على الكائنات المنتجة النباتات. يبقى هنا الفار من آكلات العشب أو الكائنات المستهلكة الأولية، التعبان هنا من الكائنات المستهلكة الثانوية، والصقر هنا من الكائنات المستهلكة الثالثة. حاجة الكائنات المحللة. الكائنات المحللة ديت هي اللي هتتغذى على بقايا الكائنات الحية بعد موتها، يعني على الجثث بتاعة النباتات أو الحيوانات أو حتى الإنسان. طيب قلنا من الأمثلة بتاعتها إيه؟ الفطريات، وقلنا ديدان الأرض أو دودة ألفية الأرجل، وقلنا كمان البكتيريا. قلنا إن الفطريات والبكتيريا دولت اللي بيحللوا الكائنات الحية زي الحيوان أو الإنسان. أما بالنسبة للديدان فدي بتحلل بقايا مين؟ النباتات. التفسير العلمي بقى، انا عايزه افسر دلوقتي اللي هو الفرد والدليل والكلام دوت كله. التفسير العلمي هنا يمكن تفسير انتقال الطاقه في النظام البيئي في ضوء ما يلي: يحول النبات الطاقه الضوئيه للشمس الى طاقه كيميائيه بتختزن في سكر مين؟ الجلوكوز. يبقى احنا هنا انتقال الطاقه في النظام البيئي، اول حاجه الطاقه بتيجي من مين؟ بتيجي من الشمس، لانه الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة زي ما احنا عارفين. فبتيجي اول طاقة عندي هي الطاقة الضوئية. لما باجي اعمل المعادلة بتاعة عملية البناء الضوئي، فالطاقة الضوئية بتتحول للطاقة كيميائية بتختزن في سكر الجلوكوز اللي هو في النواتج علشان النبات يحصل على الطاقة بتاعته. ثم تنتقل الطاقة المختزنة في سكر الجلوكوز من الكائنات المنتجة اللي هي النباتات إلى الكائنات المستهلكة من خلال التغذية. يجي الفار ياكل النبات فتنتقل الطاقة اللي موجودة في سكر الجلوكوز إلى مين؟ الكائنات المستهلكة. عندي النبات اهو عمل عملية البناء الضوئي فنتج من النواتج بتاعته سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز دوت المختزن فيه الطاقة الكيميائية من الطاقة الضوئية. هيقوم جاي ال ATP اهي علشان تنتقل، هتنتقل لمين؟ للفار لما يجي ياكل النبات. يبقى هنا ال ATP اللي هي الطاقة الكيميائية اللي موجودة في أو مختزنة في سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز دوت من النواتج اللي بتحصل من عملية البناء الضوئي، وعملية البناء الضوئي دي بتحصل فين؟ داخل النبات. يعني معنى كده إن سكر الجلوكوز بيحصل داخل النبات. إذا هنا الفار لما يجي ياكل النبات هياكل مين؟ هياكل السكر، لأن السكر برضو داخل النبات. يبقى هو كده كده هيحصل برضو على الايه؟ على ال ATP او الطاقة الكيميائية، فتنتقل من النبات الى اكلات العشب اللي هو الفار. تعود الطاقة مرة أخرى للنظام البيئي من خلال الكائنات المحللة، زي ما احنا قلنا إنه لما بتحلل الكائنات الميتة
بتفضل العناصر الغذائية في التربة، فالتربة بتبقى خصبة وتعود تاني النباتات تنمو في التربة الخصبة ديت، وتبدأ تاني عملية البناء الضوئي وتدور السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية مرة أخرى. يبقى أنا عندي التربة اهي، مات حيوان هيقوم مدفون، ولما بيدفن تيجي الكائنات المحللة زي الفطريات أو البكتيريا تقوم محللاه ومرجعة العناصر الغذائية تاني للتربة، فينمو النبات في التربة مرة أخرى، لأن التربة هتكون خصبة وفيها عناصر غذائية علشان تخلي النبات ينمو فيها. نشاط 11 وظائف علم البيئة. طرق نقل البذور. احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي البذور بتنتقل. احنا طبعا اخدنا الكلام دوت في المفهوم الاولاني، بس تعالى نراجع عليه كده بسرعة. تحتاج النباتات الى طرق مختلفة لنقل البذور، زي ما احنا كنا عارفين او اخدنا ان البذور ممكن تنتقل عن طريق الماء، او ممكن تنتقل عن طريق الرياح، او تنتقل عن طريق الكائنات الحية ان هي تلتصق فيهم، وهكذا. يبقى هنا طرق مختلفة لنقل البذور. اول نوع من البذور عندي البذور اللزجة او الخشنة. البذور اللزجة او الخشنة ديت اللي اكيد بتلتصق فين؟ بتلتصق في الملابس. يبقى هنا تلتصق في الملابس او في الحيوان اللي مليان فرو او فيه ريش، وتنتقل خلال ذلك الى بيئات طبيعية جديدة لتنمو. يعني انت مثلا لو قعدت في الارض ولا حاجة والارض ديت فيها البذور اللزجة او الخشنة ديت، هتقوم ملتصقة في الملابس بتاعتك، وانت بتتحرك البذور ديت ممكن مثلا تنفض مثلا اللبس بتاعك، فتقوم البذور دي واقعه في بيئه طبيعيه، وتبدا ان هي تنمو لو البيئه ديت مناسبه لنموها. قد تحمل تلك البذور معك طوال اليوم، زي ما احنا قلنا الايام ملتصقه في الملابس بتاعتك، ومن الصعب معرفه المكان الذي ستسقط فيه. يبقى صعب انك انت تعرف المكان اللي هي هتقع فيه دوت فين، لان هما طبعا بيقعوا كده وانت ماشي مش واخد بالك هما بيقعوا فين بالظبط. تاني نوع البذور الخفيفة. البذور الخفيفة دي بتنتشر بفعل الرياح. احنا لما جينا حلينا الاسئلة قلت لك ان اول ما يقول لك اي بذور خفيفة يبقى على طول بتتشال بالهواء او تطير في الهواء. طيب يبقى هنا يتم انتاج هذه البذور من النبات عندما يكتمل نموه. احنا امتى النبات بينتج البذور؟ لما يبقى مكتمل النمو، وتتطاير البذور مسافات طويلة، تطير عبر الهواء او الرياح لمسافات طويلة، ثم تستقر في بيئة طبيعية جديدة لتنمو وتزدهر. تشوف فين المنطقة او البيئة اللي هي عايزة تقع فيها لانها مناسبة لنموها، وتقوم واقعة فيها وتبدأ ان هي تنمو وتزدهر. تزدهر يعني تكبر بقى وتطلع اوراق وهكذا، تكون نبات جديد. يعني انا عندي النبات اهو هينتج البذور ديت هتطير او هتنتقل في الرياح او في الهواء، بعد كده هتروح واقعة فين؟ في تربة او في بيئة طبيعية مناسبة عشان تنمو النبات جديد. يبقى ملخص بقى انتقال البذور الخفيفة عبر الرياح، ان انا عندي النبات دوت هينتج البذور لما يكتمل النمو بتاعه، والبذور ديت طبعا عشان خفيفة هتنتقل عبر الرياح او الهواء لغاية اما تلاقي مكان او تربة او بيئة طبيعية ينفع ان هي تنمو فيها، تقوم واقعة فيها وتبدأ في النمو والازدهار، يعني تكتمل في النمو بتاعها وتكون نبات جديد اخر. حلوين نكون خلصنا الدرس الرابع والأخير في المفهوم الثاني في الوحدة الأولى. الحمد لله. انتظروا المفهوم الثالث إن شاء الله قريب جدا.